السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض البرك بالجبنة. شايفين ما شاء الله جميل ازاي. ما شاء الله طالع يا جماعة، ما شاء الله تحفة والله العظيم زي ما بقولكوا كده. تعالوا بقى نسمي بسم الله كده ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا ايه مع بعض. متنسوناش يا جماعة بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وشاهدوا الفيديو يا ريت يعني للآخر بعد إذنكم طبعا. يلا نسمي بسم الله نشوف المقادير. في بولة كده ومعايا 3 كوبايات من الدقيق منخول طبعا. احط معاه بقى طبعا معايا كوبايه الا ربع بالميه الدافيه، ومعايا نص كوبايه زبادي ماشي، وطبعا معلقه كبيره خميره، معلقتين كبار سكر، وطبعا 3 معالق حليب بودر. اللبن البودر فيها طبعا حلو قوي قوي بجد. وطبعا ربع كوبايه زيت، ومعايا كمان نص معلقه صغيره ملح. تمام كده. معايا بقى معلقه صغيره مليانه صلصه طماطم. شفتوا مقاديرنا بسيطه ازاي، سهله وبسيطه ومفيش فيها اي حاجه. بحط كل المقادير كده على بعضها وببدأ بقى اقلبهم. موضوع سهل وبسيط مفيش فيه اي حاجة خالص. طبعا انا لسه ما حطيتش المية، مية دافية. ببدأ بقى ايه اعملها كده بايديا بالشكل ده كده. إيه الخميرة كنت حاطة عليها شوية مية دافيين كده فخمرت. وطبعا ممكن احطها بودر كده عادي على الدقيق عادي، ساعات ببقى اعملها كده. لو الخميرة طبعا يعني عارفين ان هي كويسة، خلاص بحطها على طول على الدقيق، مش لازم ان انا اختبرها ولا حاجة. طبعا ما نحطش المية كلها الا نشوف يعني، جايز برضو الدقيق ده ما بياخدش مية كتير ولا حاجة، وبنحط الخميرة الاول عشان طبعا الخميرة فيها مية. اللي محتاج اي حاجة يا جماعة ممكن يقولي في الكومنتات وانا هعملها لكم على طول. لو في اي وصفة او اي حاجة انتوا عايزينها عرفوني. اعجنها بقى، حطيت شوية مية شوية بشوية كده يعني، وببدأ اعجنها.
شايفين ما شاء الله بقى بعد ما عجنتها كده؟ شايفين ما شاء الله لونها حلو ازاي؟ اهي جميلة بصراحة. الله اكبر عليها ما شاء الله. شايفين العجينة طرية معايا ازاي؟ معايا هنا بقى قطعة من الجبنة، اي نوع جبنة طبعا انتوا عايزينها يعني، بس دي جبنة قديمة. بفرد حتة عجينة كده وبحط الجبنة واروح لماها برضو كده تكون الجبنة جوه بالشكل ده كده. وببدأ بقى اظبطها كده تشوفوها دلوقتي اهي. ايه رأيكم في الجمال ده؟ دي واحدة تانية كمان هي بعملها معاكم اهيت، عشان التانية مكانتش ظاهرة. سهلة وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة خالص. جربوها وقولوا ايه رأيكم فيها. بس بصراحة هي جميلة بصراحة مع شوية شاي، جميلة. او شاي بلبن مثلا حلوة اوي برضه في الفطار في العشاء. شايفين سهلة ازاي؟ ومقاديرها طبعا بسيطة جدا. طبعا ده بيتباع في الافران غالي جدا، فلما تعملوه في البيت لولادكم بطريقة سهلة زي دي خلاص يبقى جميل قوي يعني، احسن ما تشتروه من بره. اللايك يا جماعة، محدش ينسى اللايك. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شايفين بقى سهلة ازاي؟ الله، شايفين الجمال ما شاء الله.
ايه رأيكم بقى نحط عليها كده حبة البركة من على الوش؟ حطينا بقى حبة البركة كده بالشكل ده. زي ما قلتلكوا كده، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، واي حاجة انتوا عايزينها قوليلي على طول وانا اعملها. ده برضو كده ايه سمسم، يبقى جزء كده فيه سمسم والجزء التاني فيه حبة البركة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. شايفين؟ ما شاء الله، الله على الجمال. بدخله بقى الفرن كده وبسويه طبعا، بدخله بقى الفرن كده على الشبكة وبولع من تحت. وطبعا لما يتحمر بقى من تحت ممكن افتح له الشواية شوية، حاجة بسيطة كده، ويطلع بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم؟ شايفين بقى الجبنة جواه ازاي؟ احلى كوباية شاي بقى معاه، ويبقى بقى في الفطار الصبح او في العشاء. تعملوا لولادكم ان شاء الله على خير باذن الله، احسن ما تشتروا من بره. وان شاء الله اشوفكم في فيديو اخر باذن الله، واسيبكم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.